تخيلوا ان السيدة زينب وهي امرأة تسير في موكب كهذا من كربلاء الى الكوفة، حيث مجلس الطاغية عبيد الله بن زياد، ورأس اخيها سيدنا الحسين، ورأس ابنها ورؤوس اولاد اخيها معلقة ومرفوعة على أسنة الرماح أمامها طوال الطريق. أي صبر هذا؟ إنها جبل الصبر، إنها تحملت ما لم يتحمله بلال بن رباح الحبشي، تحملت ما لم يتحمله عمار بن ياسر، تحملت ما لم يتحمله خبيب بن عدي، تحملت ما لم يتحمله السابقون الأولون في الإسلام. إنها السيدة زينب وكفى بها، جبل الصبر، بطلة كربلاء، أم المصائب. وحينما واجهت أهل الكوفة خطبت فيهم خطبة عصماء.